ورأى رجل آخر كان اسمه أبو نوح كان بخيلا جدا، فواحد راح هناك فاكتوى بالجوع عنده فأنشد قائلا: يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشي، أجاع بطني حتى وجدت طعم المني، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلي، فقمت بالفأس كيما أدق منه شظي. عايز يقطع لقمة فما تجيش إلا بالفأس. ثلم الفأس يعني طارت حتة من الفأس. ثلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية، اللي هي الحتة اللقمة اللي طلعت دي طلعت تناقة دي، فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثني. شوف لقمة عملت ايه؟ الثنية اللي هي ايه؟ مقدم الأسنان. شوف رغيف أدرك الجاهلية يعني مخضرم. وطبعا ضيف أبي نوح أكله في الإسلام يعني مخضرم أدرك الجاهلية في الإسلام. ده بقى إنتاج شركة الحديد والصلب، معمول في أفران الحديد والصلب. ورجل آخر يقول: دخلوا على واحد بخيل فغاب أوي، قال: يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة، جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. قدم بقى الطعام. فصارت نوادر البخلاء لما تقرأ مثلا بخلاء الجاحظ أو البخلاء بتاع الخطيب البغدادي أو بخلاء ابن الجوزي، البخل عار وشنار على أهله. لذلك إذا وجدوا أي فرصة يذكروا الكرم لا تتردد فيه. افتكرت حكاية غريبة أوي، والحكاية دي وحصلت يعني في واقعنا. واحد عايز يعدي، كان عايز يكبر بمراته يعني وبتاع يتجوزها من وراها وكده، فقال لها ايه؟ اختاريني. فقعدت تدور تدور تدور، وبعدين جابت له واحدة عندها سرطان. ماشي؟ طبعا الراجل ما عندوش فكرة. وده مرض كامل وبالعلاجات والكلام ده والحاجات دي الدنيا ممكن تمشي. هي جابت له واحدة عندها سرطان ليه؟ عشان يشتغل ممرض. عشان ما يتمتعش مع الست ابدا. يشتغل بقى ممرض ويجري على الدكتور ويجري على الصيدليه ويجري على البتاع. المهم ما قالتلوش ان جابت له فطبعا اتجوزها وبتاع، وبعد ايه؟ شهر شهرين ثلاثه اربعه الراجل اكتشف البتاع هيطلقها. عيب. يعني واحده مبتلاه وبتاع وقال لك كده ايه؟ حرام عليا لو عملت المساله دي وبتاع، خلاص اكفل. تمام؟ مات. طبعا بعد ايه؟ بعد ما صرف من فلوس واشتغل ممرض زي الست ما رسمت بالظبط. تمام؟ قال لها طيب انا عايز اتجوز. فبتدور له دلوقتي على واحده عندها سل. خرب بيت شيطان. دي ده ايه اللي بيحصل ده؟ ومراته وام عياله بتعمل في كده. ليه ده؟ المستشار مؤتمن فين يا وليدي؟ وليدي بتعمل ايه دي؟ جوزها ابو عيالها بترفض في عز، ترفض في فلوس وغناء والكلام ده كله بين ايديه. يوم لما يقول لها اختاري لي تقوم تختار له وتغش الغش ده. ايه اللي بيحصل ده؟ مرة واحد ذكي جدا بعث لأهله علبة كبريت أيام اختراع الكبريت، وقال لهم ده اختراع حديث وجميل، بدل ما تخبطوا حجرين في بعض ويطلع شرارة ولا تلحوها ما تلحوهاش، ده عود كبريت كده أقل احتكاك يطلع لك شرارة لطيفة. فالناس ارتبطوا بالعلبة الكبريت وقعدوا يولعوا، ما فيش ولا عود بيولع. بعثوا له قالوا له ولا عود بيولع. قال لهم ازاي؟ اذا كان انا مجربها عود. يبقى واحد ذكي جدا. يبقى انا اقصد ذكي جدا ولا اقصد غبي جدا؟ طيب اللي عرفني انه غبي جدا ايه؟ قصة اللي انا اوردتها، قصة التي اوردتها. يبقى ده اسمه ايه؟
اسمه باب الايه؟ باب التعريض، باب الغمز، اسمه باب التعريض والغمز. يبقى انت لما تسمع كلمة مثلا ظاهرها الكرامة وتنظر الى سياقها تعرف اذا كان السياق يخدم ظاهر الالفاظ ولا المقصود العكس. الله اعلم. واحد زعلان جدا من مراته برغم انها ما قصدت الا خير، راجل فلاح يعني، فالحمار بتاعه مات، دخل زعلان، مالك يا ابو فلان؟ الله الحمار مات. قالت له وماله يا اخوي؟ ده انت دخلتك علينا ب100 حمار، ده كفايه دخلتك علينا. لا 100 حمار يا وليه؟ يعني مش حمار واحد، 100 حمار وزعلان من الست. طب هي قصدت ايه المرأة المسكينة الغلبانة دي؟ تقصد دخلتك علينا، ما تقوليش لا حمير ولا بهايم ولا كان، ده انت